مرحبا ويسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل مشترك جديد انضم للقناة. وصفتنا لليوم فخذ الخروف المشوي بالفرن، وصفة مميزة وبتنعمل بالعزومات. أول شي لتحضير التتبيلة عنا معلقة كبيرة ثوم مهروس، معلقتين كبار خل تفاح، ومعلقة كبيرة بهار مشكل أو بهار لحم أو أي بهار انتو بتحبوه، نص معلقة صغيرة زنجبيل، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقتين كبار من الملح. وأيضا بنحط فنجان من الزيت النباتي يكون كبير شوي. وكإضافة من عندي بحب أحط لأي شي بشوي بالفرن معلقة كبيرة من الكاتشب، بيعطي نكهة لذيذة أثناء الطهي. هيك بعد ما جهزناها، هي فخدة الخروف تقريبا وزنها 4 كيلو. مثل ما شايفين أنا عم ورجيكم إنه هذا الدهن لازم تحتفظوا فيه لأنه بيعطي نكهة لذيذة أثناء الشواء، وأيضا كمان بيخليها تضل طرية. هلا مثل ما شايفين بنثقبها كتير منيح، بنحاول كذا ثقب فيها كل الأطراف ومن جهتين كمان، وبندهنها بالتتبيلة ونحاول ندخل التتبيلة بالثقوب مشان النكهة اللذيذة. بعد ما نخلص بنحط اللومي اللي هو الليمون المجفف وورق الغار، ومنلفها بالقصدير وورق الزبدة. ليش ورق الزبدة ضروري كتير؟ لأنه صحيا أفضل من إنه نحط بس ورق قصدير. احرصوا انه تلفوها يا صبايا كتير كتير منيح، وحرصوا انه تكون اكتر من طبقة، لانه السوائل اللي رح تطلع من اللحمة هي اللي رح تساعد بعملية الاستواء والطهي، لاني ما رح احط لها اي سوائل. اخدت معي تقريبا بالفرن شي 3 ساعات وشوي، لانه مثل ما حكيت لكم وزنها كان ما شاء الله يعني منيح. حطيت اول شي على حرارة عالية جدا لمدة نصف ساعة، بعدين خفضت الحرارة على أهدى شيء أو وسط، يعني مو أهدى شيء، كانت وسط لحتى استوت تمام. هون لتحضير الأرز، أول شي حطيت زيت وسمن نباتي، بعدين البصل حمصته كتير منيح، وحطيت معلقة كبيرة من نفس البهار اللي حطيته للحم، والرز طبخت هون 3 كاسات تقريبا. حركتهم كتير، قليتهم مع البصل ومع الزيت والسمنة. بعدين ضفت المي وحطيت كمان مرقة الدجاج مشان النكهة. والمي أنا ما بقدر المي، ما بعيرة، بحطها بشكل تقريبي. حاولوا انه تكون يعني تقريبا مقدار أقل من عدد إصبع فوق الأرز. وحطينا الملح كمان، وهيك بنترك الرز لحتى تغلى المي وتصير تقل كتير. مثل ما شايفين بنغطيها وبنهدي الغاز على اهدى شيء، او شيء بيكون على حرارة عالية، بعدين بنخفضه لاهدى شيء، وهيك بيكون الرز عنا استوى. بنحط له ملون طعام، كركم او ملون طعام، بندوبه بفنجان وبنحطه فوق الرز. هون مثل ما شايفين بعد 3 ساعات وشوي طلعت الفخدة، كانت مستوية كتير كتير بطريقة حلوة، كانت عن جد بس ما عم بقدر امسكها بايدي لان كانت كتير سخنة. بعد ما استوت انا فتحت من عليها ورق القصدير وحمرتها شوي من فوق، دهنتها بالسوائل اللي كانت طالعة منها وحمرتها من فوق. وهيك هون حطير المنسف. اول شي بنحط الارز، بعدين اللحم، وحبيت اني زينه بالفستق المحمص. ومثل ما شايفين قدامكم فتحتها، كانت كتير كتير طرية ومستوية بطريقة ظريفة وكتير كتير لذيذة. وبتمنى انه الوصفة عجبتكم، وان شاء الله جربوها، وان شاء الله باذن الله رح ترجعوا قصة تعملوها اكثر من مرة، لانه كتير كتير رح تعجبكم الوصفة. ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. اشوفكم في فيديو جديد. سلامات.